مرحبا أصدقائي، معاكم منى من قناة منى كورنر. أتمنى تكونوا بألف خير. أعتذر على الصوت، شوية تعبانة مزكمة، فيعني تحملوني في هذا الموضوع. اللي ما يعرفني، أنا مواليد السعودية، انتقلت للصومال من 3 سنين. في هذه الفيديوهات بشارك معاكم تجربتي واستكشافي للبلد، فاللي حاب مثل هذا المحتوى يا ريت لو يضغط الإعجاب واشترك في القناة ويفعل الجرس. وطلب خاص، يا ريت لو تشيروا الفيديوهات هذه في وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة للناس اللي حابين يعرفوا عن الصومال. طبعا فيديو اليوم انا ما كنت مخططت له، وما كان من الافكار اللي انا بتكلم عنها، بس كان لازم اطلع واتكلم في الموضوع هذا. الموضوع هذا هو مشكلة الغاز في الصومال. عندنا مشكلة غاز كبيرة في الصومال. يعني الغاز اصلا في الصومال بالطبيعي يعني غالي، يعني 19 دولار تقريبا. 19 دولار ما يقارب 80 ريال سعودي. يعني متخيلين الغاز في الوضع العادي الطبيعي احنا بنعبي الغاز ب 19 دولار، فالغاز جدا غالي هنا. فاللي صار هو غالي واحنا كنا راضين بالسعر هذا. نط سعر الغاز، صار في اول شيء النقص في الغاز، صاروا يقولوا لنا ما في غاز ما في غاز. صار في نقص في الغاز، فصاروا يقولوا لنا السعر زاد طبعا، يعني التجار بيستغلوا هذا الشيء. فنط من 19 دولار لحد، توقعوا وصل كم؟ وصل لحد 40 دولار. انتم متخيلين 40 دولار غاز، عبوة غاز اللي هي 13 لتر العادية اللي بتكون في البيوت. يعني 40 دولار هذا ما يقارب 200 ريال سعودي يعني. والغاز هذا استعمال مو رفاهية، يعني الواحد بيستخدم الغاز كل مرة حيروح يطبخ. يعني كان وضع جدا صعب وجنوني. البديل للغاز هو الفحم. طبعا في كثير ناس يستخدموا الفحم هنا ويستخدموا الحطب، بس مو كل الناس تعرف تستخدم الفحم، مو كل الناس حتقدر تستحمل الحطب. ف يعني الواحد صار مجبر انه يرجع لورا، بدل ما يتقدم لقدام صرنا نرجع لورا على اساس ايش؟ نستخدم الفحم. ما عندي مشكله مع الفحم، يعني اللي بيستخدمه اللي مرتاح فيه. في ناس في بيوت تستخدم الفحم مرتاحه فيه الى الان، بس لكن صعب، مو كل الناس، مو يناسب يعني الكل، يعني ما هو حل عملي. احنا في 2021 يعني الطبخ على الفحم، يعني نروح الواحد البر يروح يكشت، يروح يتمشى، يطبخ على الفحم، لكن جوا البيوت فحم. يعني كان يعني تجربة جدا صعبة. أنا اللي هي 3 سنين في الصومال ما طبخت على الفحم ولا مرة، إلا الفترة الأخيرة هذه اللي انقطع فيها الغاز. وما أقدر أوصف لكم كيف كانت التجربة الصراحة. كانت تجربة مريعة ومريرة الله لا يعيدها. غيرت الزاوية حقت الكاميرا، فإن شاء الله تكون الزاوية أحسن. طبعا أنا عندي مشكلة مع الفحم من ناحيتين. أولا أنا ساكنة في شقة مغلقة، فأنتم شايفين المطبخ مطبخ مغلق، فيعني طبخ على الفحم يحتاج يعني مكان مفتوح، يعني بيت مفتوح يكون فيه زي الحوش أو برحة. الشيء الثاني انه قد ما انه يوسخ كثير طبعا، وبلاط الارضيه كلها توسخت، واليد اليد وكل شيء يتوسخ. في مشكله الاكبر اللي هي الكتمه. يعني البيت لما يكون مكتوم يكون مو بيت مفتوح، شقه مغلقه، البخار، الريحه حقت الفحم. انا عندي حساسيه واطفال عندهم حساسيه، فكان وضع جدا صعب. فكنا نطبخ في الفحم يعني على الفحم في الوجبات اللي هي بتكون الرئيسيه، اللي بيكون فيها طبخ مده طويله. وكنا يعني ايش الغاز، يعني قلنا ما في الغاز ما نقدر نستغنى عنه، لانه يعني الفحم لازم اللي يعرف يطبخ على الفحم عارف الموضوع، لازم تكون مجهز الفحم من قبل. يعني ما في انه طق وزي الغاز، لا، تستنى لحد ما الجمرة تشتعل، لحد ما يعني يشتعل الفحم، يعني بياخد وقت وبياخد هذا. فكان جدا تجربة صعبة. يعني إن شاء الله إن شاء الله يعني يتصلح الوضع. إلى الآن الغاز مرتفع، يعني كان وصل، أنا آخر مرة عبيت الغاز في المحل عبيته ب 29 دولار. المرة اللي قبلها عبيته ب 37 دولار. دحين شوية رخص، بس لكن يعني ما يعتبر هذا رخص. فأتمنى إن شاء الله مشكلة الغاز هذه تنحل. أنا ما أدري إيش المشكلة. يعني أنا أذكر في السعودية يعني كنا نشيل الدبة حقت الغاز، نوديها لمحل الغاز، وفي نفس الوقت تتعبى. هنا ما أدري، يعني أتوقع أصلا ما عندهم غاز، ولا ماني عارف الصراحة إيش الإشكالية الصراحة. فيعني كان وضع جدا جدا صعب، وأتمنى إن شاء الله يتحل الموضوع هذا. بس حبيت أشارك معاكم هذه المشكلة صراحة، لأنه كانت مشكلة يعني من جد. يعني كل ما رحت مكان كان الكل يشتكي من هذا الشيء، اللي بيجوني في المحل بيشتكوا. وكانت صراحة من العوائق اللي كانت واجهتني في المحل مشكلة الغاز هذا، لأن إحنا بنطبخ على الغاز. فيعني كل شوية الغاز لما ينقطع
تقعد تدور الشركات. في نقطة مهمة، الشركات يعني في شركات كثيرة في الصومال، الشركات يعني مثلا القطاعات الحيوية زي الكهرباء، الموية، بتكون في أيدي قطاع خاص، يعني شركات خاصة مو في يد الدولة. فالغاز نفس الشيء، فيعني شركات الغاز هذا يقول أنا مالي صلاح، هذا الأنبوبة حقتي أو الدبة هذه حقتي ما هي شركة تبع شركتي. في شركات كثيرة، فأنت بتتوقع يعني القطاع الخاص كل واحد حيحاول يزايد، اللي يقول أنا بكذا وأنا ما أشي ما أغير الغاز إلا لعملائي، وأنا ما يعني كان يعني صراحة الوضع كان فوضوي إلى الآن يعني. فأتمنى إن شاء الله إنه ينحل الموضوع هذا. أتمنى الفيديو هذا يعني هو خفيف لطيف يكون عليكم. الصراحة هو فيديو يعني زي اللي شكوى وفضفض أكثر من إنه فيديو يعني أنا بفيدكم فيه بشيء. أتمنى إن شاء الله بإذن الله تعالى تحل المشكلة هذه. أرجع أقول اللي ما اشترك في القناة يا ريت يشترك ويفعل الجرس. في فيديوهات ثانية إن شاء الله جاية بإذن الله تعالى، أحاول قد ما أقدر أن أنزل فيديوهات، بس طبعا بخصوص العمل والانشغال بالمشروع بيكون صعب. في نقطة حابة أتكلم عنها، في ناس اشتكوا في المونتاج من ناحية الصوت. أنا صراحة جنبي بيت بينبني أو عمارة بتنبني مقابل لغرفتي اللي أنا بصور فيها. الآن أنا قاعدة أصور في المطبخ شوية أهدى، لكن الغرفة اللي أنا بصور فيها في عمارة قاعدة تنبني، يعني البناء صعب، يعني ما أقدر مهما سويت مونتاج، مهما أنا بستخدم مايك والمايك فيه له عازل، مع ذلك بيطلع الصوت. فيعني اتمنى انكم تتحملوا هذا الشيء. غير كذا انه اليوتيوب يعني هو يعني زي بارت تايم جوب، ما هو يعني يعني الشغل الاساسي. يعني انا عندي اشغال ثانيه، انا ام في نفس الوقت، عندي مشروع، عندي انشغالات ثانيه. فبحاول في اليوتيوب اقدم اللي انا اقدر عليه، لان انا شايفه انه اقدم شيء احسن من ان ما اقدم ولا شيء. فاتمنى تتحملونا في النقطه هذه. شكرا لكل اشتراك في القناه، شكرا على تعليقاتكم ودعمكم الايجابي. اتمنى لكم التوفيق في كل مكان. السلام عليكم.